بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، اسعد الله اوقاتكم بكل خير، واهلا ومرحبا بكم في هذه التغطيه المباشره التي تاتيكم من مدينه تطوان. اللقاء المرتقب الذي سينطلق بعد لحظات والذي سيجمع بين فريق اتحاد طنجة وخصمه في هذه المواجهه فريق الوداد الرياضي. إذا لحظات وسنتابع واياكم مشاهدينا الكرام تفاصيل الشوط الاول من عمر هذه المواجهه التي ستجمع بين الطرفين. الباحثين الجهه اليمنى ابو سفيان، عمليه المرور، كره ملعوبه داخل منطقه الجزاء، البحث عن متمم العمليه، البحث عن من؟ عن يحيى عطية الله، يرفع كره مره ثانيه، بحث عن راسيه، وهدف اول، هدف اول للوداد، هدف اول ياتي بطريقه جيده. الشرق البحري الذي نعم يقدم اولى الاهداف في مباراه اليوم، واحد لاعب معروف على مستوى الراسيات، نعم الشرق البحري، لكن العمل كل العمل من يحيى عطية الله على مستوى رفع هذه الكره داخل منطقه الجزاء، وراسيه بالمقص، الراسيه بالمقص تاتي لتكون في الشباك. طريقه الاستلام وطريقه التمرير من جانب يحيى عطية الله الشرقي البحري، نعم صوب رأسية كأنه قام بتصويبة بالرجل، يضع الكرة مباشرة في الزاوية البعيدة. الهدف الأول تمريرة داخل منطقة الجزاء. ماذا يدور في خلال هذا اللاعب؟ يصوب تصويبة مباشرة، والقائم بينه وبين الحارس من الحكم يعلن عن تسلل، لكن نشاهد كيف أنه كانت الكرة بهذا الشكل وبهذه الطريقة. كان بإمكاننا أن نشاهد الهدف الثاني. القائم اليوم طنجاوي ينقذ الحارس. رضا جعدي ينطلق يبحث ليقوم بتصويب، نتذكر تصويباته رفقة فريق الهجومية بهذا الشكل. تمريرة في زكريا كياني، كينزل الكرة ديالو بهدوء، زكريا انزال جيد، عملية هجومية تجاه نعمان عراب، تمريرة والحارس جميع في خط وسط الان كينطلق حناش كيلعب كره، تمريره في اتجاه حمد الهوني، هوني تمريره كيصوب ومباشره الى خارج الخط الخلفي. واحده من المحاولات في الوقت اللي بو سفيان في الجهه اليمنى كان في مكان جيد، كان بامكانه يستثمر الكره، يعني تلعبت الكره بصوره جيده. تمريره ممتازه، هنا عمليه هجوميه، محاوله كتجيب هذا الشكل، تمرير ما حناش، انطلاقه من الجهه اليمنى من جانب حمد الهوني، تمريره حناش كيضيع فرصه ديال الهدف. سفيان حناش كيضيع صراحه فرصه ديال هدف محقق من جانب فريق الوداد الرياضي. لاحظوا هنا الاعاده، الطريقه اللي جات من خلالها الكره والتمرير الجانبيه ديال حمد الهوني، وايضا التصويبه اللي جات من جانب لاعب حناش، والشيء اللي خلاه انه تمشي بهذا الشكل هذا، ولو انه كان الاخذ والرد ان صح التعبير، دخول داخل منطقه الجزاء، ولكن كره مشات بعيده تماما الى خارج الخط الخلفي للملعب. كره في خط الوسط، انطلاقه بناء العمليه الهجوميه بهذا الشكل هذا، تمريره الجهه اليسرى وداديه، بو سفيان يرفع كرة داخل منطقة الجزاء، البحث عن الرأسية، تأتي الرأسية، قائم والهدف، نعم يفعل الشرق البحري، يفعل بالكاب، سجل الهدف الأول برأسية، ويعود يضع الكرة بهذه الشكل وبهذه الطريقة. الكرة التي تأتي من خلال الدخول داخل منطقة الجزاء بالكاب، يضع الكرة في المرمى خلفية بهذه الشكل. نتابع الإعادة، كرة تنفذ، التحضير حمد الهوني بالراس، ترتطم بالقائم الايمن، الشرق البحري يعود ليكمل هذه الكره بالكعب بهذه الطريقه، يضع في المرمى. هنا ابو سفيان، هنا العنوان، هنا الراسيه من حمد الهوني الذي كان ان يضعها في الشباك قبل ان يعود الشرق البحري ليتمم العمليه الهجوميه ويضع الكره في المرمى. ثاني الاهداف تحمل اسم الوداد وتحمل نفس اللاعب، اسم نفس اللاعب الشرق البحري اللي تمكن من وضعها في الشباك. 2-0. الانزال كان جيد لكن متمم العمليه مفقود. منتصر الحتيمي ينطلق كره سريعه وداديه، الثالث الودادي قادم، ربما كره تنفذ والهدف، نعم الهاتريك باسم لاعب اسمه الشرقي البحري، يسجل ثلاثيه في مباراه اليوم، 3 أهداف في مباراه اليوم. نفس اللاعب يسجل كل اهداف هذه المواجهه اللي تمكن من استثمار التمرير الجانبيه. كل العمل قام به منتصر الحتيمي على مستوى الانطلاقه الهجوميه. عادل رمزي من الصوره يظهر على انه كانه امن الانتصار، ولكن نشوف هنا طريقه وبناء العمليه الهجوميه، الدخول داخل منطقه الجزاء والتمرير اللي جات منتصر الحتيمي، صوبه
اللاعب اللي هو متواجد في المكان المناسب الشرق البحري قناص يراقب الحراس، يتواجد في المكان المناسب، يستخلص الكرة بالشكل المناسب. 3 أهداف بهذه الشكل وبهذه الطريقة تنهي المسار للعمليات الهجومية الودادية بهذا الأسلوب وبهذا الشكل، وبالتالي يأتي ثالث الأهداف.